ذا فلان اللي عنده قانون خاص تجي السحابة تمطر له علشان وحده. يعني لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يعني لاحظ الطير معروف أعشاش الطير، تصور عش الطير ما في بوش مخزن، ما في بوش مخزن. يعني تعرف أعشاش الطير اللي تلاقيه فوق الشجرة كذا ما في بوش مخزن. يعني الطير هو عروسته العشي كذا جالسين بالعش حقهم يتناقوا ويعيشوا لحظات جميلة، والصباح يشلوا أنفسهم متوكلين على الله ويرجعوا هم بسيط. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. مسألة مسلم بها عندهم. ولو وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الفهم والاستيعاب وسيجد نفسه يعيش لحظته صحيحة وعلى مراد الله، ويرى تدبير الله سبحانه وتعالى لرزقه كيف يسوق الرزق إليه أو يسوقه إلى رزقه. لكن يا شيخنا الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله، يعني كيف يكون حق توكله؟ حق توكله بالنسبة الأمر إلى الله. ما تقولش أنا، ما تقولش سعي، ما تقولش جهدي. نعم تبذل جهدك، لكن جهدك هذا سبب من الأسباب اللي منحك الله إياها للوصول إلى الغاية التي. ولذلك لاحظ لما نقول القرآن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها. ويأتي في آية ثانية يقول وكأي من دابة. الآن الآية الأولى وما من دابة في الأرض بما في ذلك الإنسان، لكن الآية الثانية الآن تذكر الدواب، الحمير، البهائم. وما من دابة في الأرض إلا وكأي من دابة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها. يعني الحمار في المساء ما يجلسش يقول للحمارة تقولي بكرة ما فيهمش ناكل. ما هلش هذه عندهم خالص. يعني التطبيق هذا مسلم عندهم. أي دابة من الدواب لا يمكن لها أن تعيش هم رزقها ليلا. طيب الإنسان هذا ماله؟ هو ما فهمش. بس وكأي من دابة لا تحمل رزقها أي لا تحمل هم رزقها. طيب ليش؟ لا، لأن الله يرزقها. يعني أنت لو قدر لنا أن نحن نسأل الحمار نقول له ما لك من تشايل هم رزقك، يقول لك الله يرزقنا. هذه ما هيش قضية عندي، أنا مطلوب مني بس أخرج والمسألة تتم. يعني طيب هنا الإنسان يقول طيب يا رب وأنا اشتي أصل لهذا الفهم. قال وإياكم، بس أنتم اللي صليفين، عندكم صلف عقلي وفهم مغلوط كما قلت في النظريات هذه. صلف عقلي وفهم مغلوط، وإلا حكمكم حكم الدواب في مسألة الرزق. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فإذا كما ترى يعني أنه الله يدبر لك مسألة الرزق. رضي الله عن عمر. أنا الحقيقة في ناس كثير يجي يطرحوا لي الطرح هذا، بس ما عنديش الدرة حق عمر. أقول له يعني أنت لو جلست بالبيت بيجي لك رزقك؟ يقول له خلاص جلس انتهى الموضوع بالنسبة لنا. هو سيكتشف أنه المسألة كذا، بيجوع ويقوم غصبا عنه يدور عن أكله. يعني ولذلك اطرحه من نقطة النهاية حقه فقط. أنت تقول أنه رزقك بيجي لك للبيت، أيوة خلاص اجلس يعني. وإذا جالك للبيت أنا ما عنديش مانع، وأنا شاصل لك للنقطة دي. بس لاحظ الخطوات التي يسيرها الإنسان في تعامله في مسألة الرزق حتى يصل لهذه النقطة. يعني قد يستغرب المستمع ويقول لك يعني معقول في نقطة مثل هذه؟ نعم معقول مثل النقطة هذه. يعني نحن كنا في بداية الحديث عن الرزق أنه في رزق في الأرض. فإذا حصل أنه الإنسان شكر الله واستفاد من الرزق هذا الفائدة الصحيحة وشكر الله عليها وصرفها في مرضاة الله، تصور هنا الله يعمل له قانون خاص يدخل بعد سماوي في رزقه. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأظن هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسير في فلاة إذ سمع صوتا في السحاب يقول اسقى حديقة فلان. من هو ذا فلان اللي عنده قانون خاص تيجي السحابة تمطر له علشان وحده؟ يعني هذا حديث. فيتابع السحابة، قال فأفرغت ماءها في شرقة من الشراق أي ساقية، وتابع الماء ووصلوا في آدمي مثلنا هكذا يعني، ومعه الفأس حقه. فيسأله يقول له أخي أنت إيش اسمك؟ يقول له أنا اسمي فلان، نفس الاسم اللي سمعه. يقول له أخي أنت إيش اللي تعمله يعني علشان تجي سحابة تمطر لك لوحدك يعني ودخل بعد سماوي في رزقك؟ لا. أقول له والله ببساطة أنا عندما أحصد ثمرة الحديقة هذه أقسمها 3، ثلث لله لا أفرط فيه. لاحظ هذا الآن البعد اللي جعل طبعا ثلث لله. أولا أسند الأمر لله وشكر الله على ذلك وعرف مراد الله سبحانه وتعالى فقام بمراد الله. ولذلك الله يأمر السحابة تجي تمطر له لوحده
ثلث لله لا أفرط فيه، وثلث أعيده للأرض، وثلث أكلون والأولاد حقي. فترى إذن أنه عندما يصل الإنسان لأنه يشكر الله ويسند الأمر لله ويصرفه بمرضاة الله، يرى بعد جديد في الرزق سماوي. الآن البعد الثالث يرى البعدين معا، ارتباط السماء مع الأرض. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. لاحظ الآن دخلت مسألة السماء والأرض، أول قلنا الأرض بعدين السماء، الآن البعد الثالث في الرزق السماء والأرض. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. ولاحظ لم يقل هل من رازق، مع أن القضية قضية رزق، قال هل من خالق. ليش؟ لأنه أنت مسلم بوحدانية الله الخالق، وكما أنك مسلم بوحدانية الله الخالق ينبغي أن تسلم أيضا بوحدانية الله الرازق. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. بدأ الإنسان يدخل هذا البعد ونظر إليه وشكر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بتدبيره يوصله إلى هذا المقام. الآن يظهر معه بعد جديد في الرزق، وهو قل من يرزقكم من السماوات. إيش من السماوات؟ يعني ولكن بالأرض ورضينا، وبعدين تقول لنا السماء وقلنا يلا مطر. لا، المسألة أبعد من كذا. وبعدين السماء والأرض، أيوة ورضينا، وعاد الواحد ممكن يحصره في مسألة الأمطار وذا، لكن من السماوات. أيوة القرآن يقول لك كذا، قل من يرزقكم من السماوات والأرض. وهنا في الآية دي عجيبة، ما قال سيقولون الله، لأنه مش كل العقول تصل إلى هذا الإدراك. قال قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، أنت قل الله اللي رأيت الأمر. وإنا أو إياكم، طبعا بعضهم يسفهوك، بعضهم يقولوا عنك تقول كلام ما هو الصحيح، قال لك ما عليك منهم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لا تدخلش معهم في جدل ولا حاجة، في واحد مننا غلطان، وأنا ألقى الله بما أقول وأنت تلقى الله بما تقول، وبالتالي ما فيش لازم ندخل لهذا الجدل. لاحظ الآن البعد الرابع في الرزق ما هو؟ من السماوات والأرض. طبعا باقي بعد جديد، هي باقي مثل رزقا من لدنا، رزق لدني. والرزق اللدني ذي مسألة عادة قوانين ما قدرناش نكتشفها نحن. الرزق اللدني طيب بعد رزقا من عندنا. ايش يعني من عندنا؟ الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل امرأة وصلت لهذه القمة، وهي مريم، وأصبح عنده هذا النقطة من عندنا قد تطبيق مفعل، ما هيش حالة نادرة. كلما دخل عليها زكريا المحراب، مش مرة واحدة، لاحظ، كلما معناته تطبيق مفعل قد قانون عندها. بمعنى إن بس خلي إحنا كذا نضرب مثال ساذج بسيط، إنه خورت مثلا رمان، الرمان مش موجود، تلتفت الرمان إلى جوارها. ليه؟ هذول الناس قدهم هنا. وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، أنا ولي أمرك، وهذه الحاجة مش موجود. من أين أتت؟ وهي تجيبه بكل بساطة، هو من عند الله، هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مجرد بس إنك تقول أريد، يعني تصور هذه حالة من حالات العيش في الجنة. لأنه العيش في الجنة أنت ما تقومش تدور الطماطس ولا البصل ولا، لهم فيها ما يشاءون. يعني كذا أنت اعمل لك بس في ذهنك الطبخات تشوفها جنبك يعني.